تخيل معايا انك ماسك خريطة كنز، لكن مش اي خريطة. دي خريطة بتقودك لمناطق دخول وخروج في السوق بدقة ممتازة، وبتكشف لك تحركات السعر قبل ما تحصل. النهارده هنتكلم عن واحد من اقوى النماذج في مدرسة الهارمونيك، وهو نموذج الجارتي. والنموذج ده يعتبر من اهم النماذج لكبار المتداولين، بيعتبروه بوابة سرية لفهم ايقاع السوق. في الفيديو ده هكشف لك ازاي النموذج ده بيتكون، وليه يعتبر من اذكى النماذج الفنية، وازاي تقدر تستغل لصالحك عشان تخلي تداولك اكتر احترافية. فخليك معايا للاخر، لان اللي هتسمعه النهارده ممكن يغير طريقة رؤيتك للشارت بالكامل. نموذج الجارتي اللي بيتكون من 5 نقط رئيسيه هما الاكس اي بي سي دي، وبيتشكل في شكل ام ال دبليو. يا اما بيتكون على شكل حرف ام زي الشكل ده، يا اما شكل دبليو زي الشكل ده، وده يعتبر نموذج شرائي وده يعتبر نموذج بيعي. نموذج جارتي اللي بيتكون من 5 نقط رئيسيه هما الاكس اي بي سي دي، وبيتشكل في صوره حرف ام او دبليو على حسب الاتجاه، سواء هو صاعد او هابط. واول شروط الشكل معايا هو تكون اول حركه، وهو الموجه اكس اي. ادي عندي حركه ودي حركه هابطه. عشان اجيب اول موجة تصحيحية من الاكس اي في نموذج الجارتي لازم تكون عند مستوى 61.8. لو جينا حسبنا هنا نرسم فيبوناتشي من الاكس للاي، هنلاقي تصحيح نقطة البي عند 61.8، وهي مشابهة لنموذج الاي بي سي دي اللي شرحناه في الفيديو اللي فات. طب خلاص، ادينا جبنا الموجة اكس اي والموجة اي بي، عايزين نجيب الموجة بي سي، والموجة دي بيكون الامتداد بتاعها انا برضو عايزه 61.8 من الموجة اي بي، وادي عندي هنا كانت عند مستوى 61.8. الموجة سي دي وتعتبر دي اهم موجة، لازم تكون امتداد بنسبة 127 او 161 زي نموذج الاي بي سي دي، بس من الموجة بي سي. ادي هرسم الامتداد بتاع اي بي سي، ادي ال 127.2، احط عندها خط عرضي، وممكن اقيسها من الاكس اي وتكون عند مستوى ال 78، واجي مستوى ال 78 بتاعي وهرسم عنده خط عرضي. وبكده انا كونت بوتنشال ريفرسال زون او منطقة الانعكاس المحتملة، وهنظلل منطقة الانعكاس المحتملة. بعد ما اتكونت عندي نقطة الدي عند المنطقة المظللة باللون الاصفر، وهي منطقة الانعكاس المحتملة للشكل، هبتدي احدد اهداف. هرسم الفيبوناتشي من السي للدي، واول اهداف عندي عند مستوى ال 23، تاني اهدافي عند ال 38، واول ما يوصل ل 38 احط الستوب لوس بتاعي عند نقطة الدخول واكمل مع الشكل الى ان يخرجني. طيب هحط الستوب لوس بتاعي فين؟ فوق نقطة الاكس، ده هيكون الستوب لوس بتاعي. خلاص، تعالوا نراجع الشكل بشكل مبسط. لازم تكون تصحيح نقطة البي عند مستوى ال 61.8، وتكون تصحيح نقطة السي عند برضو ال 61.8. والدي عندي طريقتين برسمهم بيها، اما اجيب الريتريسمنت بتاعة الموجة البي اي عند مستوى ال 127، او هرسمها من الاكس اي وتكون عند مستوى ال 78 وهرسم عندها خط عرضي. وبكده انا حددت منطقة الانعكاس المحتملة للشكل. اول ما يوصل السعر للاول مستوى هاخد صفقة بيعية. بهدف هنرسم من السي للدي، اول هدف عندي 23، تاني هدف ال 38. طب فين الستوب لوس بتاعي؟ فوق نقطة الاكس. ادي نموذج الجارتي. في عندي نموذج تاني، وهو النموذج ده هو الاجريسيف سي سيل. بتكون السي عند منطقة ال 78.6، مش ال 61.8. انا كده عندي شكلين، اما تكون نقطة السي عند ال 61.8، او السي وتكون اجريسيف سي سيل عند ال 78.6. فتعالى دلوقتي نشرح النموذج الشرائي من نموذج الجارتي. اول حاجة يكون عندي موجة الاكس اي، ويكون تصحيح نقطة البي عند مستوى ال 61.8. فهنرسم فيبوناتشي من الاكس للاي عشان نجيب تصحيح نقطة البي. ادي مستوى ال 61.8. طب لو عايز اجيب تصحيح السي، انا هنا عندي مستويين للتصحيح، اما مستوى ال 61.8 او مستوى ال 78.6. ده يعتبر لو عند مستوى ال 61.8 ده نموذج جارتلي عادي. طب لو عند مستوى ال 78.6 ده يعتبر نموذج جارتلي اجريسيف سي سيل. طب خلاص، هو صحح مثلا عند مستوى ال 61. طيب عايز اجيب نقطة الدي. نقطة الدي عندي ليها طريقتين، اما ارسم من الاكس للاي وتكون مستوى التصحيح بتاع الدي عند مستوى ال 78،
ادي اول طريقة، وهرسم عند ال 78 خط عرضي. أول طريقة تانية وهي من البي للA، ويكون مستوى الفيبوناتشي عند ال 127.2 أول 61، فهنا يعتبر كانت بالظبط عند ال 127.2. فهرسم من عند الخطين دول خط كمان، هنا يعتبر عند نفس الخط بس في الشرط ممكن تلاقيها عند هنا مثلا. فدي منطقة الريفرسال زون بتاعتي اللي هبتدي اخد منها صفقات شرائية. طيب عشان احدد الاهداف بتاعتي هرسم فيبوناتشي من السي للجي. اول اهدافي عند مستوى ال 23، تاني اهدافي ال 38، واول ما يوصل عند 38 هحرك الستوب بتاعي للدخول. طب خلاص انا كده عرفت الاهداف بتتحدد ازاي. طب عايز احدد الستوب لوس بتاعي. الستوب لوس بتاعي بيبقى تحت مستوى الاكس، وده النموذج الشرائي من جارت. طب تعالي دلوقتي نشرح النموذج الباقي من نموذج الجارت. اول حاجه يكون عندي الموجه اكس اي، ويكون تصحيح البي عند مستوى ال 61.8. خلاص جبت البي، عايز اجيب السي. عندي هنا تصحيحين، اما ال 61.8 او ال 78. لو عند ال 78.6 هيبقى نموذج اسمه اجريسيف سي سيت. تعالى نشرح على ال 78. كده انا جبت البي والسي. عايز اجيب الدي، ليها طريقتين، اما من الاكس للاي عند مستوى ال 78 هرسم عندها خط عرضي، او من البي اي عند مستوى ال 127 هرسم خط تاني عند 27. ادي منطقة الدي. هنظلل الخطين اللي احنا رسمناهم دول ونظللهم عشان دي تبقى منطقة الريفرسال زون بتاعتي. ادي حددت منطقة الانعكاس المحتملة للشكل. وعشان نحدد الاهداف هنرسم من السي للدي. اول هدف عندي مستوى ال 23، بعد كده ال 38. طب والستوب لوس بتاعي فين؟ فوق مستوى الاكس. ادي الستوب لوس بتاعي. طيب كده انا عندي الشكل الشرائي، وادي الشكل الباقي من نموذج الجارت. شرحنا الاجريسيف سي جارت. تعال نشوف اهم الاخطاء. اول خطأ معايا ممكن المتدربين يقعوا فيه وهي تصحيح نقطة البي. ما ينفعش البي تصحح عند مستوى غير ال 61.8. طب لو كانت عند ال 78 ده هيبقى نموذج هارمونيك تاني، لازم تبقى عند ال 61.8 وبس. ودي الارقام اللي انا كمجتهد بشتغل بيها. فانت لو عايز تضمن افضل النتائج فخليك شغال بالارقام اللي انا بقولك عليها وما تزودش. طيب ادي اول غلطه ممكن نلاقيها في نقطه البي. طب السي انا عندي رقمين بس بشتغل عليهم، هما ال 61 و 78. في ناس بتشتغل من اول ال 38 لحد ال 88. انا شغال على المنطقتين دول بس، المنطقه او الريتريسمنت الذهبي او ال 78.6، ودول مع التجربه كان ليهم افضل النتائج في نموذج الجارت. فما تاخدش غير الرقمين دول في تصحيح نقطة السي. والدي انا بفضل تكون عند مستوى ال 78، ويكون الستوب لوس بتاعي فوق مستوى ال 100. وكده نكون فككنا مع بعض واحد من اقوى واشهر نماذج الهارمونيك، وشوفنا ازاي بيتكون وايه هي شروطه واهم المستويات اللي تقدر تعتمد عليها في الدخول والخروج. بس افتكر دايما ان سر النجاح مش في حفظ النموذج، لكن في التدريب المستمر على الشرط لحد ما عينك تميز النموذج بشكل تلقائي. لو الفيديو عجبك واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك باقي الكورس.